طول عمرنا بنتعب نفسنا جدا في عمايل القلقاس، في غسيله وتقطيعه وتقشيره وفي السلق بتاعه. النهارده هنعمله بأبسط طريقة وأسهلها، كله في الخلاط. يلا مع بعض بسم الله. هنجيب القلقاسية اللي ليها راس طويلة، ولو ملهاش راس هنجيب شوكة نمسكها بيها كده، وهنجيب قشرة البطاطس ونبدأ نقشر. بصوا شايفين الراس الطويلة دي؟ انا همسك منها القلقاسة وهبدأ اجيب قشرة البطاطس واقشر، هيتقشر معاكي في ثواني بكل سهولة. بس اهم حاجة في الخطوة دي ان كل حاجة حوالين القلقاس تكون ناشفة جدا جدا. القشرة ناشفة وايدك ناشفة، والقرمة او الصينية اللي هنقشر عليها برضو تكون ناشفة، لان القلقاس بتاعنا النهاردة مش هيتغسل تماما. هقول لكم ازاي نتخلص من المادة اللزجة اللي بتبقى فيه وما تنزلش ابدا معاكي في الشوربة. هنقشر بقى القلقاسية حلو جدا بالقشارة. شايفين ما شاء الله اتقشرت في ثواني بالقشارة، ما خدتش اي مجهود ولا تعب خالص. هنجيب بقى فوطة ونبدأ نحط فيها القلقاس ونبدأ ننشف حلو قوي القلقاس من بره زي ما احنا شايفين. يعني تضغطي بايدك كده على القلقاسية لحد ما تنشف تماما تماما وتتمسح حلو جدا كده. تمام جدا. هنبدأ بقى نشيل الحتة اللي فوق دي اللي احنا كنا ماسكين منها القلقاسة كده زي ما احنا شايفين. هنشيل ان الجزء ده ما ينفعش يتطبخ خالص. ونبدأ بقى نقطع القلقاس بتاعنا على شكل كده مكعبات. هنقطع الاول كده سلايز رفيع او زي البطاطس كده، وبعد كده هنبدأ نقطعهم بالطول صوابع، وبعد كده ناخد الصوابع ونقطعها مكعبات. ضروري جدا المكعبات كلها تبقى قد بعضها علشان التسوية كلها تبقى مظبوطة وما فيش شوية يستووا اسرع من غيرهم. تمام كده قطعنا القلقاس كله. هنجيب بقى الشوربة الدسمة ولازم تكون بتغلي، ضروري جدا جدا تكون بتغلي. وننزل بالقلقاس مرة واحدة في الشوربة وننزل عليهم بعصير نص ليمونة ونسيبهم بقى يغلوا على النار. هيطلعوا ريم كده بسيط، هنشيله كده من على الوش. ده مش الريم بتاع القلقاس، ده من الشوربة كده. شايفين ما شاء الله القلقاس منزلش اي ريم خالص، وهوريه لكم لما يكمل تسويته. هنبدأ بقى نعمل السلق. هنجيب حزمة سلق عليها حزمة كزبرة. هناخد الورقة بس بتاعة السلق وهنسيب العود مش عايزينه هنرميه كده. خدنا الورقة بس. هناخد بقى ورق السلق كله، هوريكم واحدة كمان. طبعا كده انا غسلت السلق وغسلت الكزبرة، وهبدأ بقى اقطع الورق بس كده وارمي العروق. والكزبرة بقى هاخد الكزبرة واشيل العروق اللي فوق دي خالص ومش عايزينها. وهنقسم حزمة الكزبرة على نصين، وهنجيب الخلاط بتاعنا ونحط فيه السلق والكزبرة مع بعض، وهننزل عليهم بكوباية مية علشان يتضرب بسهولة في الخلاط. ولو احتاجنا مية تاني نزود، مفيش اي مشكلة خالص لحد السلق بتاعك ما يتضرب بسهولة هو والكزبرة مع بعض في الخلاط كده. تمام جدا. طبعا القلقاس على النار في الشوربة. هننزل بقى بالسلق ده وهنصفيه في مصفى رفيعة على قد ما نقدر. طبعا التفل اللي هيتبقى ده مش هنرميه، نصفي حلو جدا جدا ونسيب التفل ده مش هنرميه. هقول لكم هنعمل بيه ايه في الخطوة اللي جاية كده. خلاص نزلنا بالسلق كله. شايفين الشوربة لونها اخضر وجميل ازاي. هنسيبها بقى على بعض. وادي التفل اهو. هنجيب طاسة ونحط فيها الزبدة وننزل بالشوائب اللي ما نزلتش من المصفى بتاعة السلق والكزبرة مع بعض، وهننزل عليهم براس توم كده متقطعة صغير جدا او مفرومة حلو. وبعد كده نبدأ نقلب فيهم لحد ما يتحمروا مع بعض. اول ما يبدأوا كده يتحمروا بسيط هنروح نزلين عليهم بمعلقة كبيرة من الكزبرة كده. تمام. وهنحمرهم تاني مع بعض لحد لونهم ما يغمق سنة، لان ده اللي هيدينا اللون الغامق بتاع شوربة القلقاس اللي احنا عارفينه التحفة، وكمان الطعم القوي جدا للقلقاس كده. هننزل بقى بيهم بعد ما اتحمروا حلو قوي ونطش بيهم القلقاس. شايفين بقى التحفة. كنت نفسي بقى اشممكم ريحته، بجد ريحته تحفة جدا، وشوربته خضرة جدا جدا من السلق اللي احنا حطيناه وهو مضروب في الخلاط. كنتوا شايفين لونه اخضر قوي قوي وكده. خلاص نسيبه بقى على النار لحد ما يستوي حلو قوي مع بعضه، وكده يكون القلقاس خلاص جاهز معانا. عايزه اوريكم قد ايه شوربته صافيه وجميله وطعمها تحفه، والطريقه سهله جدا 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 غير اللي كنا معتادين عليها ومتعودين عليها.
ولا غسيل كتير للقلقاس، ولا ان احنا نقعد نحمر في السلق وبعد كده ندقه او نطحنه في الكبة او الخلاط، ولا اي تعب خالص. طريقة سهلة جدا وبسيطة بجد. وكمان عايزه اقول لكم ان القلقاس قاعد عندي لتاني يوم منزلش الماده اللزجه بتاعته دي خالص. اهم تريكه ان احنا نحط القلقاس على الشوربه وهي بتغلي، لازم جدا تكون بتغلي، وما نجيبش اي نقطه ميه على القلقاس. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده ونورتوني. باي باي.